سمعت قبل كده عن نظام هدفه إفساد الذوق العام؟ مش بس كده، ده النظام ده بيساعد في صعود التافهين في مقابل إقصاء المتميزين والمبدعين. كمان النظام ده هدفه صعود اقتصاديات معينة بالتلاعب بالأرقام في مقابل هبوط اقتصاديات معينة أكثر إنتاجا وأكثر نفعا للناس. يعني من الآخر كده النظام ده هدفه الإفساد العام. تعرف بقى إن النظام ده بقاله أكتر من 200 أو 300 سنة مؤسس وبيتحكم وبيتلاعب بالعالم كله. لو عايز تعرف تابع معايا الحلقة وانت تعرف يا ترى ايه النظام ده اللي مسيطر على العالم كله وبيساعد في صعود التافهين وإقصاء ذوي الإبداع والتفوق والتميز. تعال معايا. أهلا وسهلا بكل مستمعين برنامج الكبسولة. النهاردة في حلقة جديدة من برنامج الكبسولة هنتكلم عن كتاب اسمه نظام التفاهة. أيوة، أنت سمعت كويس. انت اسمك ايه يا تفاهة. ايه تفاهة. ايه تفاهة. مالك فخور قوي؟ امال لو اسمك اشرف كنت قلتها ازاي؟ تفاهة. الكتاب اسمه نظام التفاهة. نظام التفاهة كتاب للفيلسوف الكندي ألان دونو، والكتاب صدر سنة 2017 وترجمته الدكتورة الكويتية مشاعر الهجري سنة 2020. عمرك سألت نفسك إيه سبب انحطاط الذوق في كل شيء؟ بلاش دي. طب مش مستغرب من الاضطهاد المستمر وإقصاء المتميزين وأصحاب الكفاءة في كل المجالات في مقابل صعود متوسطي الكفاءة لأعلى المراكز؟ الكتاب بيكلمنا عن صعود التافهين وتحكمهم في زمام الأمور، وبيقول إن التافهين بيساندوا بعض وبيدعموا بعض. يعني التافه من دول أول لما بيعتلي منصب ما بيبدأ يبعد كل المبدعين والمتميزين عنه وبيقرب منه متوسطي الكفاءة أو التافهين. ألان دونو هيكلمنا عن صعود التافهين في كتابه في 4 مجالات. هيكلمنا عن التعليم والثقافة والسياسة والاقتصاد، وطبعا كل كلامه وأمثلته من كندا وأوروبا، يعني احنا براءة يا خال. زغروطة عبد السلام. هيكلمنا عن التعليم الجامعي وإنه في العصر الحديث بقى بيأسس للتفاهة. فبيقول إنه من حوالي 100 سنة كان الأكاديميين بيحاولوا يجذبوا الطلبة لدخول معاهدهم من خلال التفاوض معاهم حوالين المناهج اللي يحبوا يدرسوها، وده خلى العلاقة بين الطالب وأستاذه مش كويسة. بتقول لي اقف، بتقول لي اقف بعد 14 سنة خدمة في ثانوي، بتقول لي اقف. بعد كده الموضوع ساء جدا، لأن الجامعات بقت بتشارك المؤسسات الرأسمالية في تضليل الناس. وبيحكي لنا في الكتاب حكاية شركة إيدلمان للعلاقات العامة اللي اقترحت على شركة ترانز كندا بتمويل إحدى جامعات كيبك بتمويلات ضخمة، في مقابل إن الجامعة تقدم بحث تقول فيه إن أنابيب البترول اللي بتمر في ولاية كيبك الكندية غير ضارة بالبيئة، وده طبعا كان غير صحيح. تضليل المؤسسات الأكاديمية والمراكز البحثية موقفش لحد هنا، إنما المؤسسات دي كانت بتشارك اللوبي ومراكز الضغط لتغيير المناخ السياسي على هواهم عن طريق التلاعب بالمعلومات والتخويف وخلافه. صعود مهنة الخبير اللي بيستخدم التلاعب والتضليل فبيغلب طرف على طرف آخر في لعبة انتخابية، دي حاجة خلت الخبير في مكانة مرموقة في المجتمع. ده غير طبعا الثراء الفاحش، على اعتبار إن الخبير معترف بيه على مستوى المؤسسة اللي بينفذ تعليماتها، في مقابل المثقف الحر اللي بيفكر وبيخلي اللي حواليه ينتبهوا ويفكروا. مش بس كده، الكتاب بيقول إن المؤسسات الأكاديمية شاركت في صناعة البراند اللي الناس بتجري عليه، وده جانب آخر من استغلال العلم الشكلي في التضليل. والكتاب بيشوف إن المؤسسات دي زي المافيا وتجار المخدرات، وليهم قواعدهم وقوانينهم، واللي بيخرج عنها ممكن يتقتل معنويا، وممكن كمان يوصل الأمر للقتل الحقيقي. وكان من أدوات التضليل عند المؤسسات البحثية استخدام اللغة، فكانت لازم تكون لغة غامضة يصعب فهمها لدرجة تخليك ما انتش قادر تحكم على الكلام اللي بتقراه، هل ده بحث علمي حقيقي ولا كلام تافه. والأكاديمي اللي كان بيحاول يقدم بحث واضح وفيه علم كان بيتم تسريحه والتضييق عليه. لو رحنا بقى في الاقتصاد هنلاقي إن نظام التفاهة خلق سوق تجاري ضخم صعب التحكم فيه، سوق متوحش زي الوحش اللي خلقه فرانكنشتاين وفشل في احتوائه والسيطرة عليه، وده اللي أدى بينا لفوضى صعب الخروج منها. يعني النظام ده حضر العفريت ومعرفش يصرفه.
كمان الكتاب بيكلمنا عن تقلص دور الحكومات قصاد الشركات عابرات القارات، ده بالإضافة لتحكم الدول الغنية في الدول الفقيرة عن طريق صندوق النقد الدولي. وبيقول إن الدول الصغيرة اللي بتلجأ لصندوق النقد الدولي لحل مشكلة كبيرة عندها بتقع في مشكلة أكبر غير منتهية. ده غير بقى استغلال الشركات الكبرى لحاجة الدول الفقيرة للاستثمار، فبتنقل عندها كل الصناعات اللي بتسبب خطر على البيئة لأنها ما بتقدرش تنفذ الصناعات دي في الدول الكبرى. نيجي بقى نتكلم عن علاقة نظام التفاهة بالأفراد، وهو نظام هدفه إنه يخلي الفرد في المستوى المتوسط بلا خيال أو ابتكار، وبيحطك في جو من الإحباط، وبيقلل من شغفك بالعمل وكمان بالحياة. ولو بقيت بتفكر وبتتكلم فأنت في خطر، ولازم تلتزم الصمت في العمل عشان لو اتكلمت هتتفصل، ولازم تبتسم عشان الزبون دايما على حق. طبعا نظام التفاهة ما اكتفاش في انه يتحكم في الاميين باستغلال طاقتهم وقوتهم العضلية بس، انما كمان بقى بيتحكم في طريقة تفكيرهم ووعيهم. فنلاقيه مثلا بيستخدم المشاهير علشان يمرروا لعقل الناس افكار معينة هتساعد توجيه الرأي العام لزاوية بعينها. زي مثلا لو حكومة اخطأت وتسببت في كارثة وحاولت تغطي على الكارثة دي، هتعمل مهرجان كبير وحفلات علشان تغلوش على الموضوع، وهيكون أقصى رد فعل للرأي العام تجاه الكارثة هو التعاطف بدل المطالبة بمحاسبة المخطئ. الكتاب دسم جدا ومليان أفكار وأمثلة كتيرة عن نظام التفاهة، وفي تحليل صادم للدنيا اللي بقينا عايشين فيها. كمان لغة الكتاب مش سهلة ومرهق حبتين. لو عايز تعرف أكتر تقدر تقرأ الكتاب وتدخل معاه في عالم لا متناهي من التفاهة. استنوني في حلقة جديدة من برنامج الكبسولة. كان معاكم في الإعداد والتقديم والهندسة الإذاعية والإخراج كريم ماهر، ودمتم بخير.